السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله راح أبدأ أعمل سلسلة للأفلام المناسبة للعائلة. طبعا ليش أفلام؟ يعني هسه مثلا في ناس بيقول لك الأفلام حرام، الأفلام في ناس بيقولوا حلال. ما في إشي محرم أو محلل بشكل مطلق. يعني الأفلام من وسائل التعبير، من أهم وسائل التعبير خاصة في العصر الحديث، واللي يمتلك هاي الوسيلة له بيكون تأثير ثقافي كبير على العالم. فبالتالي لازم الاعتناء بهذا الجانب، خاصة من قبل الناس يعني اللي عندهم رؤية صحيحة، يعني إنهم يعملوا أفلام أو مسلسلات أو برامج تكون إما تكون إلها ذات مغزى وهدف، يعني دعوي أو أخلاقي، أو مثلا للترفيه اللي هو الترفيه البسيط، يعني الترفيه البريء، الترفيه العائلي، وإن شاء الله تكون فيها يعني قيم. إنما الترفيه بحد ذاته شيء مباح، بشرط إنه ما يكونش فيه أشياء محرمة وأشياء يعني بتودي للحرام أو تدعو إلى الفاحشة، أو إنها أشياء مثلا تستهين بالقيم. طبعا إحنا هذا للأسف في لغط كبير في آخر فترة أو سنوات يعني الماضية. دائما في بيحكوا لك انه في ناس متعصبين زياده ويصير بده يكفر ويفسق اي واحد يعني بيحكي عن هذا الموضوع او بحلل هيك شغلات، مع انه هيك شغلات اصلا حل. فوسائل التعبير سابقا مثلا كانت زي اما بالشعر او بالكتابه او بالخطب. هاي كانت وسائل التعبير السابقه قبل ما اكتشاف الوسائل الحديثه. مع الوسائل الحديثة اللي صارت موجودة برز اللي هو التلفزيون. أول شيء كان الراديو، كانت البرامج كلها برامج إذاعية، انتقلت للتلفزيون، وبعدين هسه وسائل الميديا اللي احنا بنشوفها يوتيوب، فيسبوك وتويتر إلى آخره من وسائل. طبعا دائما أصحاب الحضارة القوية والمسيطرة بكون عندهم المفروض بالعادة بصير ثقافتهم هي اللي ايش بتسود العالم. هسا احنا حاليا حضاريا كحضارة حاليا بمؤخرة الحضارات، او مش بالمقدمة ولا في الوسط، انما تابعين. انما احنا كافراد وكشركات خاصة وكقطاع خاص بامكاننا انه احنا نخلق تغيير او نحدث تغيير ونبرزه للعالم. طبعا احنا هنا هاي دعوة مني إلى الناس اللي عندهم قدرات مادية وقدرات إنتاجية، إنهم يعملوا الأمور يعني أفلام، مسلسلات. طبعا أفلام صعب لأنه يعني بدها طريقة معينة، إلا إنه ممكن مسلسلات، برامج إلى آخره تكون تبرز ثقافة الإسلام، مش ثقافتنا الحالية، ثقافة الإسلام. هسا احنا هذا كمقدمة يعني سريعة انه اهمية هاي الوسائل. هسا بالنسبة للافلام احنا بنحكي هسا حنحكي عن افلام متنوعة، يعني كل حلقة ممكن احكي عن فيلم او عن فيلمين. مرة هاي بدي احكي عن فيلم واحد. طبعا الافلام هاي حتكون اما اجنبية او عربية. تكون حتكون افلام للعائلة، وافلام فيها متعة، وافلام فيها تسلية، وفي افلام إلها بتكون فائدة حسب ما انا بشوف. انما حاختار الافلام اللي انا شفتها يعني حسب تجربتي الشخصيه، واللي بنصح بمشاهدتها من باب التسليه وتغيير الجو. يعني الفيلم اللي بدي احكي عنه اليوم طبعا فيلم انا شفت على مراجعات الافلام، ما لقيت حدا حكى عنه سابقا، لانه بعتبره من افضل الافلام. يعني هو لممثل بيل موري، اسمه وات اباوت بوب. وات اباوت بوب فور بيل موري. هذا الفيلم من أجمل الأفلام ممكن الواحد يحضرها، ومن أقواها وأكثرها تماسكا على سبيل الحبكة والسيناريو والمتعة، سواء كانت بصرية أو نفسية. الفيلم هذا قصته باختصار عن واحد مريض نفسي
عن المرض اسمه أجروفوبيا. الأجروفوبيا هذا هو رهاب الميادين. بخاف من يعني هو أول بيبدأ الفيلم إنه واحد قاعد بشقته يعني بيكون مبسوط فيها، ماخذ راحته. أول ما يطلع من باب البيت خلص انتهى، بصير يعني ما يقدر يمشي، بصير بده يحبي على الأرض، بخاف، بيرتبك من السيارات والضوضاء المحيطة. طبعا هذا الفيلم بيرتكز على هذا المريض اللي هو بيل موري. طبعا الفيلم هو كوميدي بالأساس، إنما كمان فيه دراما. بكون بده يروح وين على الدكتور. هذا أول الفيلم. الدكتور طبعا ممثل رائع جدا اسمه ريتشارد دريفوس. ريتشارد دريفوس طبعا ممثل أنا ما بعرفه، إنما قرأت اسمه يعني على أساس أشوف إيش له أعمال، لأنه كان من ركائز هذا الفيلم، وكان هو معطي عمق إضافي وضروري، ساند البطل بشكل كبير جدا. بكون دور مريض دكتور نفسي، خلينا نحكي إنه هو واثق بنفسه، شايف حاله إنه طبيب وإنه ناجح وإنه له برستيج معين يعني، وبتعامل مع المرضى النفسيين تعامل طبيعي يعني زي ما بنشوف الدكاترة مع المرضى يعني، بنوع من إنه بياخذوا مع قد عقلهم يعني وفوقية عنده. فبيجي هذا المريض بكون أصلا ما بكونش رايح هذا بالمريض، ما اللي هو اسمه بوب، ما بكون رايح وين على الدكتور هذا، بكون رايح الدكتور تبعه. الدكتور بكون طبعا هذا المريض بكون مطفش كذا دكتور. فبيجي تليفون هذا الدكتور اللي بيتعالج عنده بوب، بيتصل على بطلنا الدكتور الثاني هذا، بقول له انه في عنده حالة وانه هو بده يسافر فياخذها لحد ما يرجع من الإجازة، وهو هذا المريض بدفع يعني كويس وعلى الساعة ومباشرة ما بغلب. فقال له اوكي اجيب لي اياه. طبعا اول ما سكر الخط طبعا الدكتور كأنه ستني فري، انبسط وكأنه جاب هدف في آخر دقيقة. طبعا أنت كمشاهد ما بتعرفش شو الموضوع، يكون كأنه خلص من هذا المريض ولبسه لمين؟ لدكتورنا اللي في الفيلم هذا. طبعا أنا حأشرح نوعا ما الفيلم شرح بسيط، مش عشان أحرق على الناس أو كذا، أنا عادي، أنا من الناس بحب إني أعرف قصة الفيلم أصلا وبحب الحرق يعني لما أجي أحضر. يعني في ناس يقول لك ما بدي أحرق عليك، لا، أنا بالنسبة لي بحب إنه يعني يعني أسمع الفيلم قبل ما أشوفه عادي طبيعي، سواء يعني سمعت أو ما سمعت سيان مش مشكلة يعني. فالمهم هذا المريض بروح على الدكتور وبتبدأ بينهم العلاقة، حيث إنه هو بصير يعني إيش يسمع منه ويعطيه كتاب بيبي ستيبس. طبعا فيلم رائع جدا، كوميدي جدا. بيجي بصير مباشرة، بصير بيل موري بده يطبق الكتاب بشكل مباشر يعني، وإنه بيبي ستيبس إنه خطوات صغيرة، إنك كل مرة تاخذ هدف صغير وتحققه عشان ياخذ ثقة بنفسه ويعمل الهدف اللي بعده، يكون كلها خطوات صغيرة. زي مثلا عملت سبيل المثال إنك أنت أول هدف بدي أروح أقوم أفتح الباب، إذا قام فتح الباب هل ما تحقق هدف، وهكذا من باب العلاج النفسي. بعدين الدكتور بصير بده يروح إجازة، والمريض هذا متعلق بكون بالدكتور، بشوف إنه هذا حيكون منقذه، فبالتالي بضله يلاحق وراه وبيلحق وراه على الإجازة. أنا راح أختصر بشكل كبير هسه، حيروح يلحق وراه الدكتور ويروح عليه على مكان مقر إجازته، والدكتور بينصدم إنه المريض جاي لعنده وتورط معه، وبقول له طب خلص، إنه بيحاول يخلص منه، بقول له اعتبر إنك أنت هسه بإجازة من مرضك عشان إنك أنت إيش إنه يحل عنه. فبيجوا إيش بيرجع له مرة ثانية بقول له ما هو أنا هسه بإجازة مرضي، إذا أنا هسه بإجازة بدي أقضيها معك هون بالمكان هذا يعني. وبتدور الأحداث وبصير وبدخل هذا بوب بعائلة الدكتور النفسي، وعائلة المرض الدكتور حيحبوا بوب، وحيصير يحل مشاكل كتير عند أبناء الدكتور.
عنده ابن عمره 10 سنين وبنت عمرها بحدود 14 سنة بالحدود هاي. بصير يحل مشاكلهم، بصير ياخذ حيز في المنزل أثناء زياراته يعني. وبصير الدكتور يغار من المريض، بصير يكره المريض بعد فترة، بصير يحاول يخلص منه بأي طريقة، يوديه على مستشفى المجانين، بصير يحاول إنه يطفشه بأي طريقة، لحد إنه في الآخر قد ما إنه بياخذ يعني كل الأضواء منه، حتى كان في عنده مقابلة تلفزيونية ضرورية أو مهمة بحياته المهنية، بيطلع بوب وبيقعد معه في المقابلة وبيصرخ الأضواء كلياتها، وبيطلع الدكتور مرتبك في المقابلة. فبعديها بياخذ عليه، بقرر حتى إنه يقتله بالآخر وما بينجح. وبالآخر الدكتور يعني بنفصل، ببطل لا يحكي ولا يسمع ولا يمشي من القهر. طبعا فيلم كوميدي رائع جدا، كلها بقالب كوميدي طبعا. وبصير بالآخر بوب هذا بصير دكتور نفسي وبصير يعالج الناس. طبعا الفيلم بعتبره بسميها ماستر بيس، تحفة فنية من حيث الحوار، من حيث القصة، من حيث ترابط الأحداث، من حيث الصورة. كل صورة جميلة، كل صورة فيها، حتى لو تاخذ يعني توقف الكاميرا بالأثناء العرض بأي لقطة، صورة جميلة ومعبرة إلها، بيكون فيها تفصيلات كثيرة. فهذا الفيلم طبعا فيلم نظيف، ما في أي مشاهد أو ألفاظ خارجة، وبتحضره لحالك جميل جدا، بتحضره مع العائلة جميل جدا، مع الأطفال، مع الكبار، مع لكل الأعمار. فهذا فيلم ريكومندد كثير، اسمه What About Bob، وهو من إنتاج يعني قديم نوعا ما بالتسعينات، ولكن هاي الفترة هي الذهبية، يعني التسعينات من بعد 85 وانت طالع لحد 2005 2010 كانت فترة ذهبية للأفلام، خاصة بالتسعينات وآخر الثمانينات. بعدها ما عاد يطلع كثير تحف فنية، قلت يعني، في موجود وإنما قليل. هذا هو الفيلم تبعي لهذا اليوم، بحكي عنه. إن شاء الله حأحكي عن أفلام مسلسلات جميلة ومناسبة، بنصح فيها الجميع. وإذا عندكم اقتراحات لأي فيلم أو برنامج أحكي عنه يكون مناسب للعائلة، ابعتوا لي عشان إحنا إيش يصير في بيننا تبادل يعني بالخبرات. طبعا هذا دائما الواحد الأفلام أو المسلسلات بيشوفها على باب تغيير الجو، يعني كل يوم لو حضر له حلقة مسلسل، كل يومين، كل أسبوع حضر له فيلم، يعني شيء يعني بينمي ثقافة الإنسان، بشوف خبرات الناس، بشوف حياة الناس. يعني حتى الناس، في بعض الناس المتعلمين أو المثقفين حتى ولو كانوا دينيا، لابد إنهم يشوفوا بعض من الأفلام أو المسلسلات عشان يشوفوا الحياة كيف ماشية، الدنيا كيف ماشية، الإنتاج التلفزيوني أو الإنتاج السينمائي كيف ماشي، كيف بيأثر. فهذا بينمي عندهم قدرة التواصل مع الناس، لأنه بعض الناس بيكونوا بيعيشوا زي بقوقعة، بيكون هو مع الناس المحترمين بس فقط قاعدين مع بعض، فبصير بعزلة عن المجتمع، بصير حتى يظن إنه المجتمع كله فاسق، مع إنه المجتمع ممكن يكون متنوع. واحد أنت شكله بوجهة نظرك فاسق ممكن يكون أحسن منك وعنده أدب وأخلاق أكثر منك. فأنت لابد إنك تحتك وتشوف الدنيا كيف ماشية عشان تقدر إنك إيش تتعاطى حسب المستجدات الموجودة. هذا الحديث بالنسبة للناس المتخصصين. بالنسبة للناس يعني إلنا إحنا ناس عامة الشعب، لابد إنه إحنا كمان إيش يكون عندنا تنويع في وقتنا، ما يكون كل وقتنا مثلا في ناس طول وقته على الأغاني، طول وقته على المسلسلات والأفلام، طبعا ما بصير، أو على المباريات طول الوقت.
لابد أن يكون لك من نصيب، يعني من يومك نصيب تاخذه لإلك، عدا عن الصلاة، القراءة، تقرأ إشي، تحضر إشي على اليوتيوب مفيد، أو على أي فيديو يكون فيه فائدة، تدور على معلومة، مش شرط تدور على أشياء بس تسليم. يعني مثلا أي معلومة بمخك حابب إنك تعرفها، بتبحث بتلاقيها وبتتعلم. لابد إنه يكون كل يوم إلك معلومة يعني تاخذها، عمل تعمله. طبعا بيختلف الناس، الإنسان العامل عن الإنسان العاطل عن العمل، أو الإنسان عنده وقت، خلينا نحكي من الناس ما عندهمش وقت. فإذا أنت عندك وقت طويل حاول، يعني هذا يعتبر نعمة عندك أنت، مغبون فيها يعني، فلازم تستغلها بطريقة معينة، مش شرط استغلال كامل، إنما خلي لك نصيب من يومك. هذا الفيلم حبيت أحكي عنه لأني أنا زي ما حكيت ما لقيت حدا حكي عنه، وهو فيلم يستحق صراحة. وأنا بدعو كمان اليوتيوبرز المتخصصين بالأفلام إنهم ما يحكوا بس فقط عن الترندي موفي، الأفلام الحديثة كمان اللي هي السنة هاي، يشوف الفترات الماضية ويعطي شرح عن بعض الأفلام. يعني مش يحكي إنه أفضل فيلم بال2000 ومثلا بالثمانينات الفيلم الفلاني، لا، شوف إيش في فيلم جميل وكذا، يحكي للناس، ينصح فيه، ونتبادل الخبرات ونشوف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.